يلا بينا من غير اي كلام كتير، تعالوا نشوف ايه اللي حصل مع كودي رودز وراند اورتن وسي ام بانك وجون سينا وشيكو فاتو وسولو سكوا. من غير اي كلام كتير كده يلا بينا نخش على الفيديو. اول حاجه كده انا عاوز اتكلم بس عن الستيج اللي في السعوديه والجماهير. الجماهير بصراحه النهارده كان جامده، بصراحه النهارده الجماهير كانت عالميه، وبرضه في سماك داون امبارح الواحد اصلا ما كانش مصدق ان دي جماهير السعوديه، فشابوه جدا 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 يعني للسعوديين، يعني قدموا حاجه عالميه وشرفونا النهارده الحمد لله. اول حاجه كده افتتحنا بيها هي مباراه كودي رودز وراندي اورتن. المباراه دي كانت جامده جدا، دخل كودي ودخل راندي وخلاص بدأت المباراة على مين بطل او ملك الحلبة. الاتنين قدموا في المباراة دي عظمة عظمة حرفيا. راندي اورتن بالاركي اوز العالمية اللي بيعملها كودي رودز، وهو والهاي فاير الجامد جدا اللي شغال فيه، طبعا احنا عارفين ده سوبرمان، ده بيأدي حاجات كل حاجة جامدة يعني. وبعد ما قدموا لنا ماتش 5 نجوم حرفيا، كنا برضو شايفين ما بين كودي رودز وراندي اورتن ان راندي مش همه ان هو صاحبه الكلام ده في الماتش، وبرضو كذلك كودي رودز زي ما يقرب لنا كده ان كودي لسه متضايق من راندي بسبب انه حصل معاه زمان، وراندي برضو مش طايق كودي وعاوز يكسب باي ثمن، ومش مهم كودي اي حاجه. عشان كده شفنا في الاخر ان راندي اورتن كان قريب جدا من الفوز، لكن زي ما احنا عارفين كودي رودز هو اللي كسب وبقى ملك الحلبة. وطبعا انت عارفين كودي يعني راجل طيب وجدع وامين وكل حاجه. بعد ما الماتش خلص المذيع قال له حابب تقول ايه يعني عشان انت بقيت بطل الحلبة يعني والكلام ده وامسك التاج وكل حاجه. كودي قال ايه بقى، انا بشكر الكل، بشكر الجماهير، مش عارف ايه، بشكر راندي هو اسطوره قتل اساطير، شويه احترام بالصلاه على النبي كده للناس كلها والسعوديه وكل حاجه. فماشي ماشي يا كودي يعني. كان نفسي والله راندي ساعتها يوم قايل له يا اخي عن ميتين امك يا اخي، طب اركي وفاء وخلصونا، مش عارف يا عم والله استنيت يعني. بس مش دلوقتي، لسه شويه. المهم بصراحه الماتش ده كان جامد في كل حاجه، بالنسبه لي تقيم ب 5 من 5، كان تمام فل الفل أوي. بعدها بقى دخلنا على مباراة سامي زين وكاريون كروس، المباراة اللي كانت كويسة إلى حد ما، يعني الأداء بتاعها متوسط. دخل سامي زين ودخل كارين كروس طبيعي، لكن للاسف يعني في الاخر سامي زين هو اللي كسب. يعني ازاي بقى، معلش يعني ايه اللي انتوا عملتوه ده بجد اوسخ حاجه حصلت النهارده في العرض. ازاي يعني كارين كروس يخسر من سامي زين؟ ده موهبه، امال ايه كل البناء ان هو جوه شخصيه شريره وجوه شخصيه مش عارف ايه؟ ما كانش يحصل الكلام ده كله من الاول اصلا. انا عارف ان المباراه دي اتضافت بدل مباراه ايجي ستايلز ودومينيك ميستيريو والكلام ده، برضه ما ينفعش ان ده يحصل بجد والله. ايه الزفت ده؟ ودي اول حاجه تعكنن عننا في العرض النهارده، دي نهايه عبثيه جدا ومحدش ناقش معايا فيها، لان دي حاجه عبثيه. ازاي كارين كروس يخسر بعد كل البناء ده، وان سامي زين هيتحول للشخصيه الشريره والكلام ده؟ كان المفروض سامي زين يخسر عشان يتحول بعد كده للشخصيه الشريره. لان البناء ده كله المفروض على ايه يعني؟ على انه بيهرج معانا ولا بينكشنا ولا انا مش فاهم. فالمباراه دي انا هقيمها كده يعني 1 من 5 بس، ومع انها ما تستاهلش ال1 و5 وكمان والله. دخلنا بقى على مباراه جيكوب فاتو وسولو سوكوا. المباراة دي بدأت برتم عالي، وسولو سكوا بدأ قبل ما الجرس يضرب أصلا، وكانت المباراة جامدة جدا ما بينهم الاتنين، كانوا مقدمين أداء عالمي، وجيكو فاتو كان أداؤه بارز أكتر من سولو سكوا طبيعي، وكان في جمدان ما بين الاتنين، والاتنين عملوا حركات رهيبة جدا. عشان في آخر المباراة بنلاقي جيسي ماتيو بيشتت الحكم عشان يظهر شخص ويزق جيكو فاتو من على الكورنر، ويطلع إن ده تونجا لوا الأسطورة. رجع الأسطورة قلبي. هم عمالين يقولوا هوكو ليه والكلام ده كله، ده يطلع لنا في الاخر. يا سلام، حاجه جامده جدا والله. المهم سولو سكوا حاول يستغل ده لكن ما نفعش، عشان يظهر هوكو ليو اخيرا عشان ينضم مع سولو ويساعد سولو سكوا على الفوز. وفعلا سولو سكوا بيعمل سامورا سبايك وبيفوز على جيكو فاتو، ويبقى هو النيو WWE يونايتد ستيت شامبيون. وهو بصراحة يستحق جدا سولو، يعني قدم حاجة جامدة جدا في 2024، ويستحق ان هو ياخد لقب فردي السنة دي.
اخيرا يعني انضم هوكو ليه. والله لو كان يعني تونجا هو اللي انتهت عليه بس كده كنا شخرنا كلنا. اما كده ماشي كده تمام كده، مباراة زي الفل كده، مباراة توب التوب. المباراة دي كانت جامدة في الاداء، وفي النهاية برضو كانت توب التوب بعيدا عن تونجا لو ده يعني مش مهم يعني فكك منه. فالمباراة دي برضو هتاخد 5 من 5. بقى نخش على الحدث الرئيسي. جون سينا الأعظم عبر مر العصور، ذا جريتست اوف اول تايم، ضد سي ام بانك البيست ان ذا وورلد أو الأفضل في العالم. الاتنين اللي قصة عداوتهم لسه مستمرة لحد دلوقتي في 2025 واللي هتنتهي دلوقتي، وهي من أحسن العداوات اللي حصلت في التاريخ. مباراة بتبدأ بدخول الجوت، ودخل سي ام بانك وتقدم الاثنين، وتقدم الجريتست اوف اول تايم، بطل عالم 17 مره، اخر بطل حقيقي اللي بيشرفنا في حضوره الاخير في السعوديه في الرياض، وسي ام بانك البيست ان ذا وورلد. بدات المباراه، والمباراه كانت ماشيه بريتم في الاول، في اول 5 دقائق كده كان هادي شويه عشان المباراه بعدها كده تسخن ويقدم لنا مباراه كويسه جدا. جون سينا بيسخن في المباراه دي وكان بيأدي اداء جامد جدا صراحه. النهارده جون سينا هو اللي كان شايل الماتش، انت متخيل؟ مع ان سي ام بانك كان داخل النهارده يعني مش عايز اقول يعني ايه، من الاخر يعني الواد بتاعه كان واقف وهو داخل من الاخر يعني عشان نكون واضحين مع بعضين، الواد كان باين عليه انه واخد منشطات وهو داخل مش عارف. فالمهم المباراة كانت كويسة جدا وقدموا أداء فيها جامد جدا هما الاثنين، لكن جون سينا هو اللي كان شايل الماتش صراحة عشان جون سينا كان سخنان جدا يعني في المباراة دي. جون سينا وهو بيهاجم سي ام بانك يخبط الحكم والحكم يبقى يغمى عليه، فكرنا ان هيحصل السيناريو المعتاد اللي كنا بنتبضم منه خلاص. لكن سي ام بانك بيطلب ان هو يخش له حكم تاني عشان يخش له السيس فريكي رولينز، ويخش هو معاه برون بريكر وبرونسون ريد، ويدخلوا هما الاثنين يهجموا على سي ام بانك، لكن سي ام بانك بيقدر يتصدى لهم في الاول عشان يخش لهم بنتا، وبعدها يخش لهم سامي زين ويهجموا عليهم هما الاثنين ويكونوا خلاص كده راحوا. وسيس رولينز بيطلب ان هو يخش حكم تاني عشان يخش الحكم التاني وجون سينا يهاجمه ويخش وش الوش هو سي ام بانك، لكن سينا بيتخطى ضرب سيس رولينز وبيهاجم عليه وبيعملوا ايه وبيكون كده خلاص راح. وبيتواجه سينا وبانك مره تانية ويسلموا على بعض، وسينا يقلب برياكشناته الجامده جدا ويهاجموا بعض هما الاثنين عشان سي ام بانك يحاول ان هو يهاجم جون سينا عشان يفنشه ويكسب، لكن سيس رولينز يظهر ويضربه بالشنطه وجون سينا يرمي سيس فريك رولينز بره ويستغل ده ويكسب سي ام بانك. السيناريو ده كان كويس جدا صراحه، احسن من اي سيناريو حصل يعني اللي في مباراه قبل كده يعني. كده السيناريو ده تمام، كده المباراه دي زي الفل، كده المباراه دي تقييمها يعدي ال4.5 كمان. فالمباراه دي كويسه جدا 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 يعني. سينا قدم فيها اداء يحترم، بانك قدم فيها اداء كويس، التدخلات فيها كانت كويسه ما عدا حته بنتا دي وسامي زين ما كنتش قابلهم قوي صراحه، بس ماشي عدوه. فالمباراة دي كانت كويسة وسينا شال فيها الماتش، فدي حاجة جامدة جدا يعني. فأنا متفائل جدا للأيام اللي جاية، فدي حاجة كويسة جدا، أنا كده مبسوط. فالمباراة دي أنا هقيمها ب4.3 من 5. العرض النهاردة كان جامد جدا، السعوديين النهاردة كان أدائهم عالي جدا في التشجيع وكان عالمين جدا وكانوا بيغنوا ويعملوا كل حاجة، والعرض نفسه من أحلى العروض اللي حصلت في السعودية، يمكن يكون أحلاهم كمان اللي حصل في تاريخ السعودية. فبجد شابوه جدا لتريبل اتش، قدم لنا عرض كويس جدا والجماهير قدمت لنا هتاف كويس جدا، والاستجاد بتاعت سماك داون والعرض النهارده كويسه، والنهارده كانوا بيحترموا الحلبه اكتر من الدبليو دبليو اي نفسها. كان النهارده مفيش اعلانات على الحلبه كلها غير الرياض بس. فكده حاجه توب التوب والله يعني، توب للسعوديه وتوب للجماهير وكل حاجه. العرض ده كان كويس جدا، هقيم العرض ده ب4.5 من 5، يستاهل فعلا. العيب الوحيد ان مفيش مفاجآت كتير، ودي مش ملزوم منها تريبل اتش صراحه، وان كاريون كروس خسر. فبس كده، دي كان الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتنزل تقول لي تحت في التعليقات تقييمك للعرض واللي حصل فيه كله وكده. وبس كده، احلى سلام.